استاذ مجدي علام، المجلس الوطني للتعليم. انا عاوز اخد راي حضرتك في ورقه العمل اللي اتقدمت النهارده، اللي قدمها اتحاد المعلمين المصريين، وقمت انا بتلاوتها كفعاليات واجراءات على الارض نبدا ننفذها، بحيث ان يكون وقفه 10/9 يقرر في ساعتها مكان الاعتصام ووقته. انت موافق ومشارك كمجلس وطني للتعليم في هذا الاعتصام المفتوح بصفه رمزيه، ممثل لكل الكيانات، ويعقبه، وده هيسبق الاضراب العام اذا اتفق عليه الناس المعتصمين؟ انا بحيي في الاستاذ طارق بالذات انه دماغ بيتكتك ويظبط الشغل بتاعه. فالورقه العمل المقدمه معروف ان هي مبذول فيها جهد جيد، بنتفق عليها في اجتماع وفي مؤتمر فايد، وان شاء الله هنطلع بتوصيات بحيث يبقى الاعتصام بتاعنا زي انت ما شفت دلوقتي. مؤتمر فايد الثاني يعالج سلبيات مؤتمر فايد الاول. حركات المعلمين بدأت تتوافق مع بعض وبدأت تدوب الخلافات اللي ما بينها عشان تقدر توحد صفوفها. وانا شايف زي ما قلت كده في بشريات ان ثورة ليبيا انتصرت، وثورة اليمن انتصرت، ان شاء الله ثورة سوريا هتنتصر، وان شاء الله ثورة التعليم بتاعتنا هننتصر، وسيقام نظام تعليمي في مصر يليق بمصر ما بعد الثورة. طيب انا بكلم الاستاذ مجدي علام بممثل المجلس الوطني للتعليم. احنا دلوقتي في المجلس الوطني للتعليم هيمثل بمحافظة البحيرة بائتلاف الحر لمعلمي البحيرة، هو اللي هيبدأ الاعتصام امام الوزارة يومي 8 و9، وقبل استعدادا ليوم 10/9، وده متفق معاه، وده متفقين معاه ومعلن قبل كده. تمام. يعني انت كمجلس وطني للتعليم موافق على تصعيد الاحتجاج في حاله تجاهل مطالب المعلمين او تسويفها زي ما حصل على مر الفتره اللي فاتت؟ احنا اعلنا في المؤتمر الصحفي في اخبار اليوم صرخه بنقول يا جماعه احنا مطالبنا الى الان ما حدش بيسأل فيه، لم تحقق. يبقى ما حدش يجي بعد كده في 10/9 لما نعلن الإضراب أو نعلن الاعتصام ما حدش يجي يقول ده المعلم وانتم معلمين وانتم كذا. احنا اعلنا في المؤتمر الصحفي وأمام الصحافة ان احنا بننذر الكل وبندي بلاغ للكل ان مطالبنا ينبغي ان تحقق. شكرا استاذ مجدي علام، ممثل المجلس الوطني للتعليم. شكرا استاذ طارق. ناخد